السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الله 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 الله، ده فول يا جماعة، ونخلص الفول انا مش مسؤول. انا عملت لكم طريقه في القناه قبل كده، كانت خطيره جدا 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 وطعمه جدا جدا، بس كانت بتاخد وقت. كنا يعني بنقعه ساعه، وبعدين بنحطه على النار، بيقعد بال4 ساعات وبال8 ساعات، ونوطي عليها شمعه والكلام ده كله بعد الغليان. بس دي مشكلته انه بيقعد فتره طويله. لا، الطريقه دي حبايب قلبي بتاعت المحلات بقى، اللي هو الايه، الفول السريع، عشان اللي مستعجلين. فانا صراحه مستعجله، فعملت ايه؟ غسلت الفول البلدي الجميل الحلو بتاعنا ده. هاتي الفول اللي يعجبك واعملي. انا الفول البلدي الجميل الابيض ده الحلو، الحبايه الحلوه دي، نقيته وغسلته ونقعته من بالليل. هنقعه من بالليل واعمله الصبح، واخدين بالكم؟ مش ساعه بس بقلب واحطه على النار، لا، ساعه ونص ان شاء الله، وهيستوي، هيبقى معاكي زبده. انا نقعته من بالليل في ميه، غطيته كده بميه بزياده، وحطيت عليه معلقه سكر كبيره وليمونه عصرتها معاه بالليل. ده في النقع من بالليل للصبح. الصبح بقى هو يا حبايب قلب الميه بتغلي اهو، حاطه كميه ميه محترمه كده زي ما انتم شايفين تغطي الفول بزياده. فما شاء الله الفول زي الورد زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله، جميل، والحبايه بحبتها وحاجه تحفه. حطيت جزرتين كبار مبشورين عشان ده كيلو فول يا حبايب قلبي. طبعا الميه غليت، رحت مسقطه الفول. وتمن معالق 8 معالق عدس، 8 معالق عدس اصفر متنقي ومغسول، مش منقوع ولا حاجه، يا دوبك 8 معالق غسلتهم، نقيتهم وغسلتهم وصفيتهم وحطيتهم مع الجزرتين المبشورين. هنحطه على النار يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو، مغطياه بالميه السخنه طبعا زي ما انتم شايفين. لو احتجت ميه بنضيف، بس برضو سخنه، مش من الحنفيه، يعني ممكن تسخنيها في الكاتل او تحطي ميه على النار في حله براحتك. احنا اهم حاجه لما يحتاج ميه نضيف ميه سخنه. انا عشان حاطه كميه ميه محترمه فالحمد لله مش هضيف خالص. زي ما انتم شايفين، اول ما غليت كده اهوت، حطيت بقى ايه، ليمونه، قسمتها نصين وطلعت منها بس الايه، البذور، وحطيتها بقشرها زي ما انتم شايفين كده. واول ما يغلي زي ما انتم شايفين كده هوطي عليه شمعه. وطيت عليه شمعه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. هو مش محتاج ميه، بس انا صراحه هغلي شويه ميه في الكتل وازودهم ليه. اولادي بقى ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ما بيحبوش الفول حبايه بحبايه كده. عارفين اللي هو دايما يحبوا بقى الفول المهري وقوي قوي 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 كده، يعني كله بقى معجون كده. فانا هزود شويه ميه سخنين واسيبه بقى ايه على النار يتهري قوي 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 اكتر من كده. بس هو مستوي زي ما انتم شايفين، يعني بيحبوا الفول فولتها صحيحه كده، يبقى زي الفل. يحط بقى زيت زيتون بقى وليمون وملح وكمون، وياكل بألف هنا وشفا. يحط طحينه، يحط زيت حار، اللي انت عايزاه. انا اول ما يبرد هحطه في اكياس واحطه في الفريزر، واعمله وقت ما ايه ما احب يا حبايب قلبي. حلو اول رمضان اعملوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.